من أشهر الحاجات اللي ممكن تسبب سيلان عند الأطفال أو رشح مستمر هي وجود لحمية. لحمية متضخمة في البلعوم الأنفي ده بتسبب رشح مستمر عند الأطفال وانسداد في النفس. ممكن إمم. تتشخص خطأ كأنها إيه، على بيبان في إيه؟ وجود لحمية. لا، على وجود على وجود حساسية. يعني على وجود حساسية، يعني إمم. ممكن وجود اللحمية ممكن يخلي الكتير من دكاترة الأطفال أو من الأمهات يقولوا إن الطفل عنده حساسية وما عندوش حساسية، هو الأعراض دي كلها بسبب وجود لحمية. فلازم نحاول الطبيب يحاول يفرق بين وجود الحساسية ووجود الايه بيبان اللحمية. في إيه؟ وده اللي احنا كنا لسه بنقول عليه التشخيص بالاكسكلوجن. انا لو عملت اكسكلوجن لوجود استبعاد لوجود اللحمية وما عنديش اي اعراض تانية، والطفل هو الظاهر عنده وجود الرشح المستمر ولو معاه حكة بقى كمان، ده ممكن في الغالب بيتشخص ان هو عنده حساسية. دكاترة الأطفال بقى لمّا يعني هم بيحوّلوا للأنف وأذن هو يشوف إن هي لحمية والّا لأ، والّا هو هو غالبا يعني الدكتور الاطفال الماهر بيقدر ممكن من نفسه هو يطلب اشعه ويقدر يحدد فيه لحميه ولا لا، او لو هو في بعض الدكاتره لما بيلاقوا الطفل مش مستجيب لعلاج الحساسيه بيحولوا لدكتور الانف والاذن اللي ممكن يشخص ايه وجود اللحميه، سواء بالكشف بالمنظار. الكشف بالمنظار دلوقتي احنا دخلنا الحمد لله المنظار في عيادات روح الحياه الحمد عشان لله. نقدر ايه نملى الجاب دي كانت ناقصه. إمم. الحمد لله هنقدر نملاها. عن ان احنا نقدر نشخص، ممكن الطفل لو جاي في يوم واحد يقدر يخش لدكتور الاطفال يخش الأنف والأذن. يكشف عن دكتور الاطفال. ولو دكتور الاطفال محتاج ان دكتور الانف واذن يبص عليه بالمنظار عشان يتاكد من وجود لحميه، مجرد بس انه يطلع من العياده ديت للعياده اللي جنبيه يقدر ايه يتطمن. يكشف ويطمن ويرجع لدكتور الاطفال تاني لو دكتور الاطفال عاوز يكمل معاه علاج بشكل معين.